سمعتوا صوت القرمشة؟ حبيت أبدأ لكم الفيديو بصوت القرمشة الخطير ده اللي هو نقطة ضعفنا كلنا. فيديو النهاردة في منتهى اللذاذة والاقتصادية، وصفة لذيذة وبسيطة جدا. بس قبل ما نبدأ، أهلا بيكم في ماما في الكيتشن. أنا إيمان نور. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش لايك وشير واشتركوا في القناة وفعلوا الجرس علشان يوصلكم كل جديد. حبة بطاطس حجمها كبير بالشكل ده قشرتها وهبدأ أقطعها مكعبات. حاولوا تكون المكعبات كلها حجم واحد علشان خاطر التسوية تكون مظبوطة لكل قطع البطاطس وما يكونش فيه قطع مستوتش كويس. هقطعها كلها مكعبات بالشكل ده وهاحطها في مَيّة وهاضيف عليها رشة من الملح واسيبها على نار هادية. لما بتسووا البطاطس البوريه على نار هادية بتديكم تيست حلو جدا وبتكون مزبدة جدا. رشة من الملح وهرفعها على النار. هبدأ دلوقتي أجهز العيش الخطير. دول كوبايتين من الدقيق ضفت عليهم رشة من الملح وهضيف المية تدريجيا. عايزة أقول لكم ملحوظة مهمة جدا بقولها لكم دايما، أنواع الدقيق بتختلف فما ينفعش تحددوا نفسكم بكمية سوائل. انتوا بتضيفوا كده المية تدريجيا، بتخلوا كوباية مية جنبكم بتضيفوها تدريجيا. أنا عايزة عجينة طرية بتلزق. بعد ما عجنت الدقيق كويس هاضيف معلقتين كبار من الزيت وهادخل الزيت ده في العجينة كويس جدا. لازم تختبروا العجين بإيديكم اللي انتوا مش بتعجنوا بيها علشان تتأكدوا من النتيجة. شايفين عجينة طرية بتلزق في ايدي بالشكل ده، في نفس الوقت بطلع منها ايدي. هسيبها ترتاح لمدة نص ساعة مش أكتر من كده، احنا مش محتاجينها تختمر. بصلاية متوسطة قطعتها مكعبات في طاسة، هنزل بمكعب من الزبدة رشة من الزيت علشان الزبدة ما تتحرقش. وبعد كده هنزل بالبصل ده وهبدأ أشوح البصل وهضيف عليه رشة من الملح ومعلقة صغيرة من الكريم. هستمر في تقليب البصل ده لحد ما يدبل ويبدأ يتكرمل معايا. ما تدهوش لون علشان خاطر ما يديكمش طعم محروق، بس في نفس الوقت دبلوا البصل كده وكرملوه مع البهار ده. عايزة أقول لكم ملحوظة مهمة جدًا للمبتدئين في المطبخ، لو سِبتوا البصل على النار ممكن يتحرق، لازم دايمًا تتابعوا البصل وهو على النار. وضِفت كمان أول ما البصل بدأ يستوي معلقة صغيرة من البابريكا وهاشوّحهم كده، هتدّي تيست عالي جدًا. الكاري مع البابريكا هيدّوا البطاطس تيست عالي جدًا. مستمرة في تشويح البصل كده لحد ما يدبل خالص. البطاطس استوت وهرستها كويس جدًا هي وسخنة علشان خاطر تكون مزبّدة معايا. لو سِبتوها تبرد مش هتتهرس معاكم بطريقة لطيفة خالص. ضِفت عليها بصل أخضر مقطّعه مكعبات. أنا باحب جدًا البصل الأخضر مع البوريه البطاطس، دي طبعًا إضافة اختيارية. وضِفت كمان رشة من الكمون والشطة، وضِفت البصل اللي أنا كرملته والجبن دي على حسب الرغبة. تضيفوا أنواع الجبن اللي تحبوها وتضبّطوا الملح في الآخر، عشان لو هتضيفوا جبن بتضيف نسبة حدقان شوية. عملتهم mix كلّهم مع بعض كده وعجينة واحدة. على فكرة هي كده تقدروا تاكلوها بتكون لذيذة جدًا، وحابين كمان تضيفوا عليها بيض وشوية من الكريمة السخنة أو اللبن السخن بتكون حاجة في منتهى اللذاذة. هابدأ دلوقتي أجهز العيش. رشة من الدقيق كده علشان العجينة بتاعتي بتلزق على البورد، وبعد كده هاحط العجينة بتاعتي وأقطعها. هاقطعها كور طبعًا بحجم اللي أنا عايزاه، أو بمعنى أصح بحجم الطاسة اللي أنا هاسوي فيها العيش ده. يعني حاولوا تراعوا الشيء اللي انتوا هتسووا فيه العيش علشان خاطر ما يكونش كبير عليها. وهابدأ أعملها كور بالشكل ده. أنا هاعمل كل كمية العجين ده كور وهاسيبها ترتاح لمدة من ربع ساعة لنص ساعة. كل ما تريحوا العجين ده هيتفرد معاكم بسهولة جدا ومش هيتعبكم، لكن لو ما ريحتوش كويس هيتعبكم شوية في الفرد. هغطيهم واسيبهم ربع ساعة أو نص ساعة يرتاحوا علشان خاطر يتفردوا معايا بسهولة. هبدأ دلوقتي أجهز العجين علشان أفرد رشة برضه من الدقيق على البورد، وهبدأ أفرد العجين ده هيتفرد معايا بسهولة جدا طول ما أنا سبته يرتاح مدة كويسة. نص ساعة كفاية جدا. هافرده باطلع بالطول وبالعرض كده. هافرده بشكل دائري يعني حركات بسيطة جدًا زي ما أنتم ما شايفين. هيتفرد معاكم بمنتهى البساطة. هتفردوا العجين بسمك يكون رقيق وفي نفس الوقت مش رقيق جدًا يعني، لكن ما يكونش تخين إطلاقًا. أنا عايزاها عجينة رقيقة. وأنا هاوريكم سمك العجين دلوقتي بعد ما أفرده. شايفين هو ده سمكه بيكون رقيق بالشكل ده. كده مضبوط معايا. هاحط رشة من الدقيق في الطبق اللي أنا هاحطه فيه، وهاضيف عليه برضه رشة من الدقيق على الوش علشان خاطر لمّا أضيف العجين اللي بعديه العيش اللي بعده ما يلزقش في بعضه. فهاحط رشة كويسة من كل رغيف كده من الدقيق علشان ما يلزقوش في بعض. طاسة سخنة على النار وهانزل بالعيش بتاعي. هو هيبدأ يكِش معايا في الطاسة زي ما أنتم ما شايفين كده. أول ما يبدأ يدخل في السوا هاقلبه على الجهة التانية. أنا باقلبه كل شوية كده لحد ما يستوي من الجهتين. هتعرفوا إزاي إن هو استوى؟ هيظهر معاكم بسهولة جدًا. طبعًا لونه هيتغيّر وهيبدأ يظهر فيه ألوان دهبي زي ما أنتم شايفين كده. بدأ يطلع منه نقط حمرا كده، هو كده استوى.
هييجي في منتهى اللذاذة، العيش كده كمان تقدروا تحشوه أي حشوات وتستمتعوا بيه، لذيذ جدًا. أنا كده خلّصت كل العيش وكل لمّا كنت باسوي رغيف كنت باغطيه بالشكل ده. هابدأ أجهّز بقى الساندوتش العظمة ده، كل رغيف باضيف عليه معلقة كده من صلصة البيتزا، صلصة وأنتم مبهرينها، كاتشب زي ما تحبوا، وهاضيف حشوة البطاطس دي، كمية الحشوة طبعًا زي ما تحبوا، كتروا حشوة يا جماعة بتكون لذيذة جدًا. وهاضيف بعد كده رشة من الجبنة الموتزاريلا بتعلّي التيست جدًا، لو مش متوفرة طبعًا ما فيش مشكلة، أضغط العيش على بعضه كده بإيديّا وهيتضغط معايا وهيفضل ثابت ما تقلقوش مش هيفتح إطلاقًا، لإن البطاطس هتخلّيه يلزق مع بعضه. في طاسة هانزل بمكعب من الزبدة وما تنسوش رشة من الزيت علشان الزبدة ما تتحرقش، وبعد كده هاضيف العيش بتاعي ده ياخد تحميصة، تيست الزبدة مع القرمشة بيكون لذيذ جدًا. أول ما ياخد لون اللي أنتم بتحبوه، باقلبه على الجهة التانية كده، وباقلبه مرتين 3 برضه على كل جهة، علشان ياخد قرمشة لذيذة جدًا، بيكون ساندوتش خطير وهيعجبكم جدًا. طبعًا ادّوا له اللون اللي أنتم تحبوه، لو حابينه أحمر من كده زي ما تحبوا، وحاولوا ما تسيبوهوش وهو على النار، والنار ما تكونش عالية جدًا علشان ما يتحرقش، وفي نفس الوقت يكون اللون مضبوط. سمعتوا القرمشة عاملة إزاي؟ حاجة في منتهى اللذاذة والعظمة، crispy وخطير جدًا. أنا من الناس اللي بتحب القرمشة جدًا، وباضعف جدًا قدامها. كمان الحاجات اللي بتكون juicy من جوّه كده ومنظر الجبن اللي بتسيح ده بيكون خطير، كمان طعم البطاطس حلو جدًا. ساندوتش يا جماعة عظمة وفي حتّة تانية خالص، عجب البنات جدًا، هينفع معاكم وجبة غدا مشبعة، عشا، فطار زي ما تحبوا. أتمنى الفيديو يكون عجبكم، ما تنسوش لو عجبكم الفيديو لايك وشير واشتركوا في القناة وفعلوا الجرس علشان يوصل لكم كل جديد. سلام عليكم.